السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل شوربة لايت، وتنفع كمان للناس اللي عندها تعب في المعدة او كده. تنفع جدا للناس اللي بتعمل رجيم، خفيفة ما فيهاش اي دسم، ما فيهاش اي حاجة. ان شاء الله تعجبكم وتنولوا رضاكم واستحسانكم. لو عجبك الفيديو كالعادة ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ ان شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشوربة دي شوربة خفيفة خالص، وزي ما قلت لك ما فيهاش اي نوع دسم الا الدسم اللي نازل من اللحمه او الفراخ او الشوربه اللي انت هتحطيها. يعني مش هنحمر، يعني نشوح حبه دقيق في حته الزبده ونحطها والكريمه والكلام ده كله. هي سهله بسيطه. هي هتخرطي جزر وبصل وطماطم وبطاطس. البطاطس هي اللي هتديها القوام، مش الدقيق وبالزبده او بالسمنه او الكلام ده. البصل هو البطاطس هي اللي هتديها القوام. هنحط كمان حبه كرفس بيديها طعم جميل جدا لاي شوربه. وهنحط معلقه توم. دي شوربه فراخ مش دسمه قوي، يعني لان ما خدتش الشوربه كلها، خدت حبه منها. ممكن تعمليها بدسم، زودي دسم براحتك، ممكن تحطي معلقه زبده في الاخر براحتك، يعني دي الحاجات دي براحتك خالص. دي شوربه فراخ انا حطيت عليها الخضروات اللي انا قطعتها من شويه، وهنسيبيها لغايه لما تستوى كويس. وكله في حله واحده، مش هنوسخ، مش هنحمر حاجه في بره ومش هنشوح حاجه بره والكلام ده كله، كلها في حله واحده. حله الشوربه اللي انت هتحطي فيها. ممكن بعد ما تعملي الفراخ تشيلي الفراخ وتحطي الخضروات بتاعتك في الشوربه عادي، برضو بقينا في حله واحده. بعد كده اهوت بالهاند بلندر كده تهرسيها. ما عندكيش هاند بلندر سيبيها تبرد شويه واعمليها في الخلاط عادي. هنهرسها بالهاند بلندر كويس. عايزه بقى صفيها، مش عايزه تصفيها برضو براحتك. يعني الشوربه دي كلها براحتك، وشوربه سريعه وجميله جدا. اوقات كتيره بحطها مع الفراخ، يعني بحط الفراخ على النار تتسلق، بحط معاها الخضار ده عشان اشيل الفراخ تتحمر، وهو في نفس الحاله بروح عامله على طول اللي انا بعمله دلوقتي. طبعا طلعت تقيله شويه، فانا هزود لها حبه ميه، وطبعا السمك ده يرجع لك انت برضو. هتحطي فيها اي بهارات، البهارات بتاعتك بتاعت الملح وفلفل حبهان ورق لورا، البهارات العاديه بتاعت الشوربه. كده بعد ما خلصت وخففتها شويه اديتها برضو غلوه تانية، وكده هنغرفها. طعمها وريحتها جميله قوي، خفيفه زي ما قلت لك، تنفع لايت، تنفع الناس الرجيم، تنفع الناس اللي عندها تعب في القولون او في المعده. يعني خفيفه جدا وحلوه قوي. ده كده كان فيديونا النهارده، يا رب يكون عجبك ونرضاكي واستحسانك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.